المسلسل ده للكبار بس، وبجد مش هزار لاني هتكلم عن مسلسل غير المسلسلات اللي فاتت كلها. المسلسل ده جاي من المكسيك، طازه لسه جديد على نتفليكس. تخيل اختين راعبين المكسيك كانوا فاتحين بيت دعاره. لا مش اي بيت دعاره، المسلسل اصلا كله بيتكلم عن تاريخ الدعاره في المكسيك. سنه كام؟ سنه 1960. المسلسل ده متاخد من رواية بنفس الاسم. لا مش اي كلام، ده هو كاتب السيناريو بطريقة خطيرة جدا. سريفيا وانكل خيلا دول الاخوات الاتنين اللي كانوا شغالين في بيت الدعارة. الحقيقة الستات ماسكين نفسهم جامد جدا، وحاولوا يعملوا كل المحاولات الممكنة ان هم يحافظوا على اكل عيشهم. ما هو ده برضو اكل عيشهم، ملناش دعوة. في الوقت ده كان كبارات البلد كانوا بيروحوا المكان بيت الدعارة بتاع سيرفينا وإرك الخيلة دوت. في واحد اكتشفوا ان هو يعني عنده شوية ميول. في السنة دي او في الستينات ما كانش الميول دي منتشرة. الراجل كان مثل الجنس. طبعا ده بالنسبة لهم كان غريب جدا وخطير جدا، والراجل ده طارد. لكن الراجل ده الحقيقة فضل وراهم لحد ما يعني خلاهم عملوا وارتكبوا جرائم مش معقولة. لا انا مش هكمل اكتر من كده، هقول لكم شوفوا سيرفينا وارك الخيله عملوا ايه عشان يحافظوا على اكل عيشهم من لا كفايه كده. المسلسل موجود على منصه نتفليكس، مسلسل حلو قوي. باي باي.